هلو على أجدع ناس. فيلمنا بيبدأ في حمام سباحة كبير، وبيعلق المدير ورق إعلان إن الحمام هيتقفل لفترة طويلة خلال الأجازة. وبيكون في بنت اسمها بيري بتحط خاتم خطوبتها في شنطتها علشان تكمل تمرين السباحة. وبتيجي جون أختها بعد ما رجعت من مصحة لعلاج الإدمان، وبتنضم لأختها في حمام السباحة. وبيكون في عاملة نظافة اسمها كارلا بتسرق فلوس من غرفة الأمانات، ولكن المدير بيمسكها، وبتكون دي تالت مرة يمسكها وهي بتعمل حاجة زي كده. فبيقول لها المدير إنها مرفوضة وإنها تنظف حمام السباحة قبل ما تمشي علشان يحاسبها. وبيجي وقت قفل حمام السباحة وبيخلي المدير الناس تمشي، وبتيجي بيري تجمع حاجتها علشان تتحرك، ولكنها بتلاقي إن خاتم الخطوبة مش موجود. وبتاخد جون بالها إن الخاتم في بلاعة في قاع حمام السباحة، فبتغطس بيري علشان تجيبه، بس بيكون الخاتم محشور ومش عارفة تطلعه. وبتنزل أختها تساعدها بس ما بيبقاش في فايدة. وبيبص المدير على حمام السباحة لو حد لسه موجود، وما بيشوفش حد، وده لأن الأختين غطسانين ومش باينين. فبيروح المدير للوحة التحكم وبيقفل غطا حمام السباحة، وبتاخد البنتين بالهم وبيحاولوا إنهم يلحقوا يطلعوا بسرعة، لكن بيتقفل عليهم. وبيبتدي البنتين يحاولوا إن هم يكسروا الغطا، بس بيكون مصنوع من فايبر زجاجي قوي. وبتزعق جون وبتقول إن هم ما كانش المفروض يخاطروا بحياتهم علشان مجرد خاتم. وبتقول لها بيري إنها عايزة تجيبه علشان تتباهى قدام أختها إنها مخطوبة. وبيلاقوا إن في خرم صغير مش بيسمح حتى لإيديهم إنها تعدي منه. وساعتها بتقول جون لأختها إنها غيرانة من حياة بيري وهي بتتعالج في مصحة، وإن حياة بيري مثالية وهتتجوز قريب. فبتستنتج بيري إن أختها هي اللي رمت الخاتم في المسبح، وبتتخانق مع أختها وبتنزل تجيب الخاتم وبتعرف إنها تطلعه. وبعدها بيتفق الأختين إن هم يبطلوا خناق مع بعضهم ويحاولوا يطلبوا المساعدة. وبتيجي بيري بتحاول إنها تشيل غطا البلاعة الحديد علشان تكسر الغطا بيه، بس بيكون تقيل جدا وصعب إن هو يطلع. وبيعدي الوقت وبيجي آخر اليوم وبيتقفل النور في المسبح، وبيفضل موبايل بيري يرن لساعات. وبيكون ديفيد خطيبها، بس الموبايل بيكون في الشنطة علشان كده ما بتردش. وبتتريق جون عليه إنه بيتصل كل ده بدل ما يدور عليهم، وبتقول إن عمرها ما كانت بتثق فيه. وبتتخانق الأختين بسببه تاني، بس بيجي لبيري صداع رهيب، وبتقول لأختها إن عندها مرض السكر من 3 سنين وفضلت مخبياه ده على عائلتها، وإنها لو ما أخدتش حقنة الأنسولين اللي في الشنطة هتقع في غيبوبة سكر. وبعدها بيعرفوا هما الاتنين إنهم يوسعوا الخرم اللي في الغطا بقطعة بلاستيك لقوها. وبتسأل جون أختها عن سبب بعدها عن العيلة، فبتقول لها بيري إن أبوها كان مغتصب وعلى طول سكران ومدمن، وإنها ولعت في البيت ومات أبوها في الحريق. وفجأة بيسمعوا صوت حد بيفتح الباب، وبتطلع لنا كارلا وبتاخد بالها من البنتين المحبوسين، وبتاخد بالها من إن كاميرات المراقبة شغالة، فبتروح وتقفلها. وبتروح تقفل شنطة بيري، وبتاخد الموبايل والفلوس وبطاقة الائتمان. وبيكون الأختين فاكرينها إنها هتساعدهم، لحد لما كارلا بتسألهم عن الرقم السري للبطاقة، فبيستغربوا من السؤال وبيسألوها هي بتعمل إيه. فبتقول لهم كارلا على موضوعها في السجن، وإنها عندها أطفال وعليها فواتير وديون ومش قادرة عليهم. وبتقفل دفايات المية اللي في المسبح لما ما بيردوش يقولوا لها على الرقم السري، فبتديها بيري الرقم السري مقابل إنها تنقذهم. ولكن كارلا بتمشي وبتقول لهم إنها ترجع لما تسحب الفلوس من مكنة الصرف الآلي. وبيبقى البنتين ما قدامهمش حاجة تانية غير إن هم يستنوا رجوع كارلا. وبتسوق حالة بيري بسبب برد المية بعد ما الدفايات كلها اتقفلت. وبتنزل جون تحاول إنها تشيل غطا البلاعة اللي في القاع، بس بتفشل. وبتطلع جون لسطح المية وبتلوم نفسها إنها جبانة وملهاش لازمة. وبيحضنوا الأختين بعض علشان يتدفوا بحرارة جسمهم من البرد، وبيفضلوا بايتين في حمام السباحة طول الليل. وبيجي الصبح وبتظهر كارلا وبتتريق على الأختين واللي هم فيه، وبتحاول جون إنها تمسك نفسها علشان ما تتعصبش عليها علشان تساعدهم. وبتقول لها جون إنها تجيب حقنة الأنسولين من شنطة بيري، ولكن كارلا بتكون متضايقة لأنها لقت كل اللي في البطاقة $80 بس. وبتهددهم إنها تسيبهم يموتوا علشان غبائهم وإنهم حاولوا يضحكوا عليها. وبعد شوية بتقرر جون إنها تعاقب كارلا على اللي هي بتعمله معاهم، وإنها مش بتساعدهم. فبتمثل إن هي بتعيط، وبتطلب من كارلا إنها تقرب من الخرم اللي على سطح المسبح. فبتوطي كارلا بودانها على الخرم علشان تسمع جون عايزة تقول إيه. وفجأة بتطعن جون كارلا في ودانها بقطعة من البلاستيك، وبتصرخ كلارا من الوجع. وبتشوف في المراية الجرح وبتنظفه وبتوقف النزيف. وعلشان تنتقم بتشغل كلارا منظف المسبح الآلي، وبيكون البنتين بيتخنقوا ومش عارفين يتنفسوا بسبب الكلور بتاع التنظيف. وبيفضلوا يصرخوا ويندهوا على كارلا عشان تساعدهم. فبتاخد كارلا بالها من خطورة الموقف وبتقفل المنظف
الآلي بعد دقايق، وبعدها بتروح لهم وبتقول لهم إن ما عندهاش حاجة تخسرها وإنها مش خايفة على نفسها، وبتكون عايزة تعاقبهم بسبب اللي عملوه معاها وتخليهم يدفعوا تمن غلطتهم، فبتخليهم يدوها خاتم الخطوبة الألماظ وبتديهولها بري علشان بتكون تعبت من اللي بيحصل، وبتاخد كلار الخاتم وبتمشي من المسبح وبتسيبهم، وبتكون جون عمالة تعيط بسبب كل اللي بيحصل بسببها، بس أختها بتسامحها عن كل اللي عملته وبتهديها. وبعد ساعات بتبدأ بري تشوف هلوسة وبتلاقي إن غطا المسبح بيتفتح أخيرا وبيوصل ديفيد خطيبها وبينقذها، ولكن أختها بتكون مش موجودة معاها وبتختفي في حمام السباحة، فبتفوق بري من اللي هي فيه، ولكنها بتلاقي أختها ماسكة قطعة البلاستيك الحادة وعايزة تنتحر وتقتل نفسها بيها من رقبتها، بس بري بتمنعها وبتهديها وبتقول لها إنها تكون مؤمنة من إنهم هيخرجوا من هنا أحياء مع بعض. وبتكون كارلا بتجرب خاتم خطوبة بري، وبيتصل ديفيد على موبايل بري اللي كارلا سرقته، وبتفتح كارلا البريد الصوتي وبتعرف إن ديفيد هيتصل على الشرطة علشان بري ما روحتش البيت كل ده، فبتخاف كارلا إنها تتحبس تاني في السجن، وبتروح للمسبح وهناك بتتكلم مع البنتين وبتخليهم يوعدوها إنهم مش هيبلغوا عن اللي كارلا عملته معهم لأي حد وإلا هتسيبهم محبوسين، وبيوافق البنتين طبعا على العرض وبيحضنوا بعض من الفرحة. وبتقرر كارلا إن هي تروح تفتح الغطاء علشان الأختين يخرجوا أخيرا من حمام السباحة، وبتروح لغرفة التحكم ولكنها بتلاقي إن رمز الحماية اللي هي عارفاه اتغير، فبتتعصب كارلا وبتروح للبنتين وبتقول لهم إنها زهقت من اللي بيحصل ومش عارفة تتصرف، وبتمشي كارلا وبتسيب البنتين لوحدهم محبوسين. وبيعدي الوقت وبتكون تاني ليلة ليهم، وبتبدأ بيري تروح في غيبوبة السكر، فبتحاول جون إن هي تفوق أختها وبتقول لها بيري إن ساعة الحادثة لما قتلت أبوها خلته ما يهربش من الحريق، وبتفضل تقول إن هي قتلت الوحش. وبتنزل جون تجرب إن هي ترفع غطا البلاعة تاني من القاع، وبعد كذا محاولة وفشلها بتاخد المنشفة من أختها وبتربطها في البلاعة، وأخيرا بتعرف تشيل غطا البلاعة وبتطلع على سطح المية لأختها، ولكنها بتلاقيها فقد الوعي، فبتعمل لها جون تنفس صناعي وبتنجح في إن هي تخليها ترجع تتنفس وتفوق من تاني، وبتستخدم جون قوتها وبتشيل غطا البلاعة وبتخبط بيه على الغطا وبتكسره من خلال الخرم، وبتفضل جون توسع الفتحة بعد ما اتكسرت بإيدها وبتتعور في إيدها جامد من الإزاز. وأخيرا بتشيل جون أختها وبيطلعوا من حمام السباحة، وبتدي جون بيري جرعة الأنسولين بالحقنة وبتبقى خايفة من إن أختها ممكن تموت، وفجأة بتظهر كارلا وبيبقى معها مسدس وبتوجهه ناحية جون وبتهدد بقتلهم علشان لو فضلوا عايشين هيبلغوا عنها وهيخلوها تتحبس، ولكن كارلا بتنزل المسدس وبترجع لهم الخاتم الألماظ وبتبقى حاسة بالذنب بسبب اللي بتعمله، وبتتصل جون بالشرطة والإسعاف علشان يلحقوهم وينقذوا بيري، وبتخلي جون كارلا تهرب علشان ما يتقبضش عليها، وبعدها بتفوق بيري على سرير الإسعاف وبتديها جون الخاتم، وبيحضنوا الأختين بعض وبيعيطوا من الفرحة وإنهم قدروا ينجحوا وينجوا من موقف زي ده، وإنهم كمان فضلوا عايشين بعجوبة. وبيشيل المسعفين بيري بالسرير علشان يودوها للمستشفى. الفيديو ده لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، وسلام.